بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بأفضل حال يا رب. طبعا مختفية، عندنا بنات أختي الله يحفظهم. طبعا شو أقول لكم، مرينا بأسابيع، أسبوع مطر، أسبوع غبار، أسبوع مدري إيش، ويعني الحمد لله هذا الأسبوع غبار. كل يوم الثاني أنظف البيت. هذا الأسبوع حق المطر خلص راح، الحين أسبوع الغبار. حبيت أشكر كل اللي يسألون عني بالتعليقات. أظني فقدتكم مرة، بس إنه مرة مشغولة، مرة مشغولة، عشان كذا ماني قاعدة أصور. أقول اليوم بصور، ما أقدر، ما يمديني يعني. الحين لي كم يوم قاعدة أجمع تصويرات علشان أنزلها مرة واحدة، فاهمين؟ التصوير ياخذ وقت، وغير كذا ما في عندي طول اليوم ما شاء الله إزعاج بالبيت، ما عندي وقت إني أصور إلا يعني خلاص يعني بالظهر آخر الليل. وأنا يا جت الساعة 9 كني دجاجة، أحط راسي على المخدة وأرقد على طول. أقول إني خلاص اليوم بسهر عشان أبي أمنتج، وأحط راسي على المخدة وأرقد ليل يوم الثاني، وأقوم الصبح الساعة 8 كني منخرعة، وأقوم يلا أشتغل بهالبيت وأنظف وأرتب، ويجي الظهر تغدى وحط روسهم ونام وعلى هالوضع. لكن طول العصر من بعد أذان العصر إلين الساعة 9-10 بالليل، وحنا كذا ورا البزران، لا تكبوا لا تشيلوا لا تحطوا، طلعوهم برا الحوش، طلعوا الشارع، دخلناهم داخل الحوش، قربعوا لنا البيت، ما ندري ايش نسوي فيهم. خلاص آخر قرار اتخذناه إننا نقعد معهم، وين ما هم جالسين معهم، عشان لا يخربون لا يسوون لا يكسرون. مع كذا الله يصلحهم إن شاء الله كلهم. نفس الشيء، خوال وعيال أخت كلهم نفس الشيء، نفس الطبع. يعني هم إذا اجتمعوا على العصر، إذا اجتمعوا خلاص بدأ الخراب هنا. فأمي هنا وش يصير فيها؟ يصير عندها حالة اسمها يلا خلاص عشوهم رقدوهم. عشوهم رقدوهم، هذا يعني قبل العشاء، يعني خلاص الساعة أذان المغرب، أمي تقول يلا عشوهم رقدوهم. شلون يرقدون الحين الساعة 2 والله يقومون من النوم؟ فخلاص يعني صرنا نقعد معهم، وما يكونون نقعد معهم. حتى لو قعدوا عند باب الشارع جلسنا معهم عشان لا يحسون الدنيا ولا يعدمون بيتنا. هو خلاص انعدم، يعني شو نسوي؟ بس يعني انعدم، يعني يكبكبون يوسخون، مو بنعدم تكسير وكذا، لا، يكبكبون عصيرات شيبسات، ينطنطون هنا، هذا الأطفال يعني. المهم، فهذا كان الأسبوع اللي طاف تقريبا، ما شاء الله تبارك الرحمن، كان عندنا أمطار. المطر ما يوقف 24 ساعة، ما يوقف المطر. طبعا اليوم جايين هاي بردي. طبعا هنا كنت بروح أتقضى شوية أغراض، فأنا كنت رحت لحالي أتقضى، وأختي قاعدة تصور. هذه أنا. المهم أختي قاعدة تصور، لأني أنا مشغولة إني أصور. شلون أقضي؟ شلون ما يمدي، لازم إني يا أقضي يا أصور. فأختي كانت تصور، وأنا كنت أتقضى أشياء، أخذ الأشياء اللي ناقصتنا. فهذا اسمه هايبر السلة، مرة رخيص وحلو، أسعاره متناول الإيد، ومرتب، مرة مرتب، مو مثل المحلات اللي تجي تشوفونها كل شيء مقربع بالأرض ومدري وين. لا، هذا مرة مرتب حلو. منتجاته أصلية. بعد يعني أشياء ما هي منتهية الصلاحية، وهذا يعني أكثر شيء يعني كنا نحن نبحث عنه، لأنه في بعض الأماكن هنا عندنا زي ما يقولون إنه أجي ألاقي المنتجات يعني باقي لها مثلا أسبوع وتخلص، أسبوعين وتخلص، وما لقيت أماكن إنه رخيصة ومنتجاتها طويل، يعني تاريخها بعيد، فاهمين؟ فهذه كانت مرة حلوة عندهم النقطة، إنه منتجاتهم أصلية أول شيء، ثاني شيء تواريخها جديدة، يعني ما تبطل لين تنعدم. المهم، فكان عندي خضروات، يعني عندي بالثلاجة أشياء كثيرة، فقلت إيش الشيء اللي ناقصني بس بجيبه. جبت صدور دجاج، يعني الأشياء هذه اللي ناقصتنا. أما الدجاج دائما إحنا نجيب مبرد، ما نجيب مثلج. مبرد أفضل صراحة بالطبخ. المثلج إذا طبختيه يجلد، تحسون الدجاجة يابسة كذا. فخلاص بنجيب مبرد، يعني صحيح إنه شوي، يعني المبرد يمكن سعر الحبة ب12 ريال،
نجيب 8 ونقسمها على شهر كامل، لا مو شهر، أسبوعين تقريبا أو 3 أسابيع تقريبا زي كذا. طبعا احنا دايما نشتري رز الفخامة، هذا الكيس أخضر، هو تقريبا سعره دايما سعره رخيص مو غالي. احنا ناخذ 5 كيلو كيسين، فيطلع سعر الكيس الواحد تقريبا أوقات ناخذه 30، أوقات ناخذه 26، على حسب يعني يعني على حسب التخفيض اللي في المحل. صباح الخير. طبعا عندي شوية أشغال اليوم بشتغلها. راح شو اسمه أنظف. شايفين هذه حس بنات أختي الله يصلحهم، أبي أنظف بغسل الأرضيات لأنه أحس كلها دبق قبل لا يقوموا من النوم. طبعا يعني عشان إذا قاموا من النوم ما راح أقدر أشتغل كذا. هنا كابين لي عصير، أمي أمس مسوية كذا خبز تميس، أعطتهم عجينة، يا علا ما عادت من العجينة. خليني أشيل هذا وانفض عشان أقدر أسوي. أنا حاطة هذه ليه؟ عشان لا يكبون شعر الكنب، ونسيت لا أحط هناك وعدم الكنب هناك. شفتوا أمس أو كذا قبل يومين، أمس جانا غبار لا إله إلا الله، تحسون الغبار يمشي مشي من كثر مو كثير الغبار. فإيش أنت بكرامة قاعدة أرتب الجواتي كلها هنا، كل من يطلع ويدخل ياخذ له شيء يرميه بالأرض. المهم فالغبار كان مرة كثير يعني، والله عدلنا الغبار أمس، بس قالوا إنه جاي من الرياض من الشرقية. شوفوا فاضية ما بشيء. المهم قالوا إنه جاء من الرياض من الشرقية الغبار. فيوم يوم جاب الصباح نص الطريق أبوي رجع أخواني الصغار، رجعهم للبيت. أصلا قاموا يكحكحون يعني، إحنا ما شاء الله خلقة ما تتنفس، شلون نوديهم الدوام ما أدري. ورجعهم البيت على طول. يوم رجعهم البيت ثاني يوم اللي هو اليوم فيه غبار بس خفيف يعني، مو هذا، وراح الدوام اليوم لأنه تقريبا خلاص يعني اختبارات نهائية، ما هي شيء ثاني، ما يمديهم يغيبوهم كثير. فإن شاء الله بإذن الله إنه يخف الغبار هذا. إحنا جانا أسبوع أمطار ما شاء الله تبارك الرحمن، وأسبوع اللي هو هذا الأسبوع غبار حتى الدنيا ما تنشاف، تحسون الغبار يمشي مشي كذا سبحان الله. أنا كنت نايمة وفتحت الدريشة أمس، فتحت الستارة مو الدريشة، وناظر من الستارة اللي والله الغبار كأنه جبال فوقنا جبال. كنا أمس بنودي الأطفال هذه، شفتوا ملاهي الحدائق هذه الموجودة بالأحياء. يوم شفنا الغبار والله هونا، قلنا لا والله ما ينفع الجو ولا شيء ولا بريال ينفع. خلاص قررنا إنه ما نوديهم، لأنه أبوي أصلا كان رافض. أبوي فاهمين، لو أبوي ما هو برافض كان رحنا، بس أبوي رافض. كان خلني أخلص غسيل هذا وأرجع لكم، لأن ستانداتي ما أدري وين حطوها بنات أختي الله يصلحهم. طبعا خلاص خلصت الصلاة واكتشفت أشياء مفقودة لنا لقيناها ولله الحمد. خلصت ندخل الرجال أخليه ينشف شوي وارجع أفرش السجاد. يلا ننتقل للمكان الثاني اللي هو هنا. أبي أخلص شغلي قبل لا يقومون، والله لو قاموا بنات أختي ما راح يخلوني أسوي شيء. شوف كيف هذا كله دبق، كله سكر وماء، كيف سووا كذا ما أدري. خلاص خلصت. تخيلوا هذا ترى صبغة بالأرض، ما قدرت أطلعها. خلاص باقي هنا بس ترتب الطاولة تجف الأرض وأبدأ أرتب الحاجات مع بعض. بس ما أدري شلون علبة العصير شايفينه، حول الله. خلينا نشيلها. بس تدرون عندي أختي لها أسبوع هي تدور محفظتها، المحفظة حقت الفلوس، وأنا أنظف بالصدفة لقيتها تحت الكنبة. بنت أختي الله يصلحها. طبعا هنا بسوي معاكم مخلل حجازي. أنتم تقدرون تضيفون الخضار اللي تبونها. أنا أضفت إيش بس جزر مبشور. خلاص تقدرون تضيفون بازاليا، تقدرون تضيفون زهرة، تقدرون تضيفون الشيء اللي تبونه، بس امشوا على نفس الطريقة.
اول شيء ايش سويت؟ امي طحنت الجزر ويعني جهزت لي الاشياء والثوم والاشياء هذه كلها. خلاص، اول شيء حطيت زيت زيتون بالقدر، بعدين حطيت عليه الثوم، كشنته، بعدين مو كشنته يعني انه تغير لونه وكذا، كشنته تكشينة عادية يعني، بعدين فاحت ريحة الثوم. بعد كذا حطيت الجزر عليها، وحطيت عليها بعد امي طحنت بعد الأنبا. خلاص، وكل هذه مطحونة، فكلها طحنته. بعد ما كشنت الجزر حطيت الأنبا، حطيت عليها ربع كاسة خل، وكاسة من الشطة، شطة الكريستال هذا، وأي نوع شطة أنتم عندكم تستخدمونها للسلطات. خلاص، كاسة شطة، ونص كاسة خل أو ربع كاسة خل، وحطيت بعد إيش زي ما قلت لكم كشن ثوم، حطيت الجزر، تحطون عليها حبة سودا وتملحونها. أوكي، يعني تقريبا البهارات اللي موجودة في هذا كله من الأنبا اللي طحنتها. أوكي، هذه هي الأنبا، شايفينها؟ إحنا جايبينها من العيد وما حطيناه، ما كليناه، فأمي قررت إن تسوي بها أنبا، قصدي تسوي بها مخلل حجازي. أوكي، بعدين تجيبون مرطبان ناشف، أو يعني ما في له ماء، ما في له كذا، وتحطونه في المرطبان، وتحطون عليه طبقة زيت عشان لا ينعدم عليكم، وبس خلاص تقدرون تاكلونه بنفس اليوم اللي تسوون فيه، أو باليوم الثاني مثل ما انتم حابين يعني، لأنه خلاص هو مخلل مستوي. أوكي، مخلل حجازي، مخلل مستوي. معلش يعني انتم سامعين صوت الإزعاجات اللي عندي بالبيت كذا، ما في عندي محل أمنتج فيه يعني إلا لازم يوصل الصوت. احنا بيتنا ما فيه له فرش، كله سيراميك، فالصوت يوصل على طول بسرعة يوصل. فخلاص كذا تقريبا خلصته، وحطيته بمرطبان وللثلاجة، مثلا بتاكلوا منه اليوم بكرة مثل ما انتم حابين. وكذا هذا مخللنا جاهز، بألف عافية علينا وعليكم. إذا جربتوا اكتبوا لي بالكومنت، لا تنسوا تشتركون زي ما قلت لكم، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد،
لا تنسون تحطوا لي لايك على المقطع، واشوفكم ان شاء الله بخير على مقطع، ان شاء الله على خير في مقطع ثاني، ومع السلامة.